السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تربية الجاموس العجلات البقارة يعتبر نواة لمزرعة في المستقبل. الجاموس ممتاز جدا، مناعته عالية، انتاجه عالي، له مواصفات خاصة في اللبن، البنط، يعني حتة اللي يقول لك ده بنط 8 بنط 7، مش عارف كان في ناس فاهمة البنط ده ولا مش فاهمة البنط ده اللي هي نسبة الدسم في لبن الجاموس بيبقى أعلى بمراحل من الأبقار، يعني ممكن يوصل لحد 8 ونص كمان. يعني ايه 8 ونص بنط؟ يعني ايه؟ يعني كل كيلو لبن فيه حوالي 8 ونص جرام زبدة، يعني كل 100 كيلو فيها 8 كيلو ونص زبدة. ده طبعا حاجة حلوة قوي، واللي يوصل للمعدل ده بيبقى ناجح في التربية. وده اساسا كله حاجتين، التغذية الجيدة والسلالة، لان طبعا ما فيش حقن تزود اللبن زي ما قلت لكم. السلالة افضل حاجة انك انت تختار السلالة الكويسة، تختار التغذية الصح عشان خاطر تقدر تديك بنط كويس في اللبن. بالتوفيق للجميع اللي عايز يبدأ بقارة تربية جاموسي يتوكل على الله. يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.